السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي قدامكم ده بيبتدي معانا من بالليل لما حطيت الهدوم في الغسالة، وبعد ما غسلت كنت نسيت احط فيها الدوني. حطيته ونشرت وتوكلت على الله ونمت عشان نصبح تاني يوم زي ما انتوا شايفين. بداية جديدة مع نور ربنا، وبسم الله توكلت على الله. جبت المقشة اللي انا كنت غسلاها من بالليل وبدأت ازعف بيها السقف كله. طبعا احنا هنا موجودين في أوضة الأطفال. أوضة الأطفال يعني في بصمات بالإيدين على الحيطة، وممكن تكون لها أثر، وممكن يكون عليها أتربة واضحة جدا. لو موجود عندك كده، طبعا بحتة أسفنجة وصابونة وهتتكي عليها جامد هتطلع معاكي، وبأي فوطة نضيفة عندك هتمسحي الحيطة وهتبقى جميلة وهتبقى نضيفة. وبالتالي جبت المية وجبت شوية دوني ومسحت بيهم الحيطان ومسحت بيهم كمان السراير، وجبت البخاخ بتاع الموبيليا ورشيت على الفوطة بعد ما عصرتها جامد، وبدأت أمشيها على الدولاب، وكمان مشيتها على الباب من قدام ومن ورا، علشان الأتربة بصراحة بتبقى باينة عندي في الخشب، لأنه اللون اللي هو البني ده أي علامة بتأثر فيه أو أي تراب بيبان عليه. وبالتالي بقى زي ما انتوا شايفين كنسنا الأوضة. هنعمل ايه بعد كده؟ أكيد هنفرشها، هنجيب بقى طقم جديد نضيف وهنبدأ نفرشها. وطبعا هنا ده مش مجرد فرش، ده تكتيك تكتيك وفن، مش عن زي ما بيقولوا. المهم، في أداتين بستخدمهم عند فرش السراير، وطبعا اللي عندها المراتب دي ونوعية المخدات دي عارفة قد ايه هي بتبقى صعبة أثناء تلبيس الخداديات. أول حاجة زي ما انتوا شايفين جبنا الخرزانة اللي بنضرب بيها المتابعين اللي ما بيعملولناش تعليق يخلينا نستمر في الحياة مش في الفيديوهات. واللي هنا الكيس الكبير ده أنا فاتحاه من الناحيتين وبلبسه في المخدة زي ما انتوا شايفين، بيسهل عليا جدا تلبيس الخدادية، والله ما بتاخد يعني أقل من نص دقيقة، كمان ده نص دقيقة دي كتير عليها، سهلة جدا وبتتزحلق جواها. انما من غير الكيس بتبقى صعبة جدا، ومش الواحد ما بيعرفش اصلا يدخلها فيها. وبس، هنا بقى انا كنت فرشت السرير التاني وقلت اما اعمل معاكم واحد، علشان ايه الفيديو انا مش بحبه انه يكون طويل عشان ما نملش من بعض. وبس، وانا بمسح بقى طبعا بنقول الاذكار بتاعتنا، وبنمشي ايدينا على كل حاجة، بنقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. وهنا بقى بدأت ان انا اعمل بقى خلطة الدوني. احنا معانا في الفيديو ده كله دوني، مع اني والله عندي منظفات كتير، بس علشان انا جوزي جابهولي وعجبني الريحة بتاعته، فانا حبيت ان كل حاجة تقلب في البيت بريحة الدوني ده. المهم ايه، حطيت هنا المساحة البخاخة دي برضو هتشوفوها معايا كتير قوي وانا بمسح دي على طول. انا مش حاطة حاجة في الارضية، يعني شايلة كل السجاد. انا عندي طقم صيفي وعندي طقم شتوي، بس حرفيا الجو شوب جدا، فانا مش فرشة اي حاجة، عشان زي ما انتوا شايفين في بيبي صغننة كده ماشية ورايا في كل الفيديوهات. دي حرفيا اي حاجة لازم توقعها على الارض، وطبعا لسه بيبي صغيرة 1 سنة و8 شهور، فمش فاهمة قوي ان اللي يقع منها لازم تشيله، الا حاجات بسيطة كده. فالمساحة البخاخة دي تحفة جدا ان هي تبقى في ايدك على طول. هنا كنت بوريكم ان انا خلصت بقى السريرين وكده، وببقى مبسوطة اوي اما بيبقى فيه طقم جديد محطوط وبيبقى نضيف والأوضة بتبقى مرتبة كده، ولا فيها ألعاب ولا فيها حاجة منعكشة. ودي كانت الهدوم بقى اللي احنا كنا غسلناها بالليل ونشرناها، شلتها بقى في وقت الظهرية علشان خاطر تبقى متحمصة زي ما بيقولوا. بس الأوضة اللي احنا بننضفها بنقفلها وممنوع حد يدخل فيها تاني إلا ساعات النوم. تعالوا نطلع للصالة دي بقى، الليفينج الصغير اللي احنا بنقعد فيه. طبعا انا ما عنديش تلفزيون هنا في المنطقة دي ومش بحب التلفزيون اصلا. إيه الكنسة اللي انا بكنسها دي معظمها اكياس اللي هي بتاعت حلاوة المولد. طبعا هم ربنا يخلي باباهم سايب لهم العلبة قدامهم، فهم رايحين جايين يفتحوا وياكلوا، وطبعا بيرموا يعني لو انا لمحت واحدة فيهم، انا عندي 2 بنات، فلو لمحت واحدة فيهم بترمي اكيد بزعق. لكن طبعا انا مش قدامهم معظم الوقت مشغولة، اي حاجة ياكلوا ويرموا في اي مكان، وبالتالي مامي هي اللي بتعمل كل حاجة.
المهم هنا بقى كنت وانا بشيل الشلتة دي عشان البسها الكيس بتاعها، لقيت طبعا وبالتالي سمسم موجود، فقلت اكنسه علشان انا بكره حاجة اسمها نمل. الحمد لله والشكر لله، يعني الواحد بيحاول يحافظ على قد ما يقدر اول باول كده. كنستها وحطيت الشلتة بتاعتنا، ودي بقى اكياس الكوفرتة اللي عندي زيادة ومش بستخدمهم، فانا بحطهم هنا مكان ايدي الركنة علشان خاطر تحافظ عليها قدر الامكان، لان انا مش عندي المكنسة اللي هي الجديدة دي اللي بيبقى فيها المية وبتكنس وبتمسح وبتنضف الأقمشة والحاجات دي، هي مش عندي. نفسي ان شاء الله اجيبها بإذن الله. ولو لقيت روبوت كمان ان هو يشتغل مكاني والله ويعمل كل حاجة، ولو في امكانياتي اجيبه والله اللي هجيبه، يلا بصراحة الواحد تعب وزهق. بس هنا بقى كنت نضفت كل حاجة بتبقى مرتبة وجميلة طول ما العيال عند ستهم. ندخل هنا بقى للمأساة الكبيرة، المطبخ. قلت هرتبه سريعا، مش هعمل فيه حاجات يعني عميقة ولا حاجة ولا صابون ولا سوري يعني الروايات بتاعة الروتينات بتاعة الانترنت وكده. لا انا بس معايا الفوطة همسح بيها بالمية، يعني انا بعملها بالصابون كده تحت المية، وهمسح بيها بس الرخامة والحاجات دي. ده كان سندوتش معايا وكان كحك، قلت لا انا مش هفطر الا لما هظبط الدنيا كده والم المطبخ، والمواعين الزيادة هرميها في قلب الغسالة تغسلها وخلاص. بس هنا بقى بدأت امسح كده الرخامة وخلاص بالمية والصابونة اللي كانوا موجودين فيها، وقلت اكنسه بالمرة، مش هطوقه كمان يعني بالشرشوبة، لا برضو بالمساحة البخاخة اللي هي حاجة خفيفة كده وخلاص. وبس هو ده كان الروتين بتاعي النهاردة، كان سريع ترتيب. اللي كان يمكن بس كان عميق بس مش قوي كان في أوضة الأطفال طبعا، لإلا بيناموا فيها وأطفال وكده فما ينفعش يكون فيها تراب عشان الحساسية والحاجات دي. وبس كان الروتين بتاعنا خفيف خالص. حبيت أشارك معاكم المقطع ده النهاردة. مش عايزة ولا لايك ولا أي حاجة، لو في بس كلمة كويسة تخليني أستمر في الحياة، كلمة بتأثر في نفس البني آدم، يعني ممكن تشجعه ان هو يعمل حاجات كتيرة اوي اوي اوي، وتخليه يعيش ويتفائل بالحياة. آه، بس واكيد احنا عيلة واحدة، وهدفي ان القناة برضو تكبر وكده بيكو. وربنا ييسر لنا امرنا يا رب جميعا، ويعين كل ام وست بيت على المشقة اللي هي فيها. وبس اسيبكم تكملوا الفيديو، بحبكم في الله وسلام.